السلام عليكم ورحمة الله. كابتن محمود الخطيب، استقيل يا فندم. استقيل واحترم تاريخ حضرتك الإداري، واحترم تاريخ حضرتك كلاعب تعتبر الأسطورة الأولى للنادي. استقيل لأن حضرتك أسقطت هيبة الأهلي. استقيل لأن حضرتك خليتنا مضحكة العالم. استقيل لأنك سويت الرؤوس، خليت الزمالك اللي احنا طول حياتنا بنحفل عليه وبنتريق عليه وبنقول قرارات غير مدروسة وبنقول عزبة وبنقول رؤساء أندية بتيجي مش كواليفايد، بيتريقوا علينا دلوقتي. استقيل عشان حضرتك ضيعت هيبة النادي الأهلي. حضرتك لعبت كأس العاصمة يا فندم. حضرتك لعبت بطولة تابعة لرابطة الأندية. حضرتك رضخت. ما هو حضرتك رضخت وحصل عليك ضغوطات، ودي مش مشكلتنا، لأن كل القاسي والداني الصغير والكبير قال لحضرتك أنت دارس القرار ده. حضرتك هتنسحب من ماتش الزمالك ومش هتستكمل الدوري. حضرتك دارس القرار ده؟ لو أنت دارس امشي واحنا معاك. مش دارس أرجوك العب. حضرتك طلعت مش دارس. حضرتك رجعت لعبت في مسابقة تابعة لرابطة الأندية. حضرتك قرار حضرتك مش مدروس. حضرتك ضيعت دوري. حضرتك ضيعت دوري منافسك فيه مش الزمالك، بيراميدز اللي ركبه بتخبط، اللي بمجرد ما كنت هتلعب قصاده ماتش في الماتش اللي بعده كان هيقع وهتاخد الدوري. وحتى لو كان هينافس وهياخد الدوري، حتى لو هياخد الدوري نادي اسكو. من امتى احنا بنعمل الكلام ده؟ من امتى ما بنقاتلش للحظة الأخيرة؟ ده الناس جت في ملعبنا في ضغط المطوشة وكانوا هيقعوا كلهم، ولو ما وقعوش العب. احنا صرفنا، جبنا لعيبة بمليارات، لعيبة بتاخد ملايين الدولارات. علشان ايه؟ علشان ننسحب من الزمالك اللي ما عندوش سكواد ولا احتياطي؟ علشان ايه؟ علشان انا بقول لحضرتك علشان حضرتك خدتها على كرامتك والساده اعضاء مجلس الاداره لما حضرتك كلمتوا هاني ابو ريده وكلمتوا الناس بتاعه الرابطه وقالوا لكم مش هنعمل حاجه، عشان حضرتك اتصلت بهاني ابو ريده وقال لك انا في اجتماع الفيفا مش فاضي دلوقتي عشان حاجات شخصيه. حضرتك خدت القرار الأسوأ في تاريخ نادي الأهلي منذ إنشائه من 1907 لغاية دلوقتي. أنا كنت فاكر إن عمري ما هشوف قرار إداري أسوأ من قرار 93 ومقاطعة دوري أبطال أفريقيا اللي نتج عنه إن الزمالك خد 2 شامبيونز ليج وعدانا، وهو بيطلع التاني في الدوري وهو 8 سنين ما بياخدش الدوري، وقعد يقول أنا القرن وبطل القرن ومش بطل القرن وهو أصلا مش بطل الدوري. ليه؟ عشان كان في قرار مش مدروس من كابتن صالح سليم رحمة الله عليه. انا ما كنتش فاكر ان فيش خطأ اداري اسوأ من ده، انما حضرتك عملت اسوأ قرار اداري في تاريخ النادي الاهلي. حضرتك اهنت الاهلي، وانا بقول لحضرتك من قبل ما يطلع قرار اللجنة الاولمبية بلح، وبقول لحضرتك انك هتلعب الدوري الجاي عادي، ده بعد ما نتحايل عليهم ونبوس عليهم، بوس ايديهم اصلا عشان ما يوقفوناش. وبقول لحضرتك ان القرار كان غير مدروس وقرار انفعالي وقرار صبياني. استقيل يا كابتن خطيب انت ومجلس ادارتك عشان انتوا اهنتوا وهزقتوا الاهلي. سلام عليكم.